السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده معانا مراجعه مسلسل سفاح الجيزه، فتابعوا معايا الفيديو وما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير وتاكدوا ان انتم مشتركين في القناه ومفعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدا. بيحكي المسلسل عن جابر اللي بينتحل اكتر من شخصيه وبيرتكب عده جرائم قتل. نتكلم عن جزئيه القصه والسيناريو. تقديم القصه في المسلسل كان حلو جدا، وعجبني فيه ان هو ازاي قدر يكشف لك الحبكه الأساسية بتاعته والموضوع الأساسي اللي هو بيتكلم فيه من الأول خالص، ومع ذلك فضل الغموض مستمر معاه. اللي هو قالك من الأول إيه، شايف بطل المسلسل بتاعنا ده بقى راجل سفاح وقتال قتلة، بس تعالى معايا كده نشوف قصته وما تحملها من غموض. والمسلسل على مستوى سرد القصة كان حلو جدا، والريتم بتاعه كان سريع قوي وكان مفيهوش أي ملل. مستوى الكتابة بالنسبة لي كان رائع. في آخر فيديو أنا كنت بتكلم عن مشكلة دايما مع الأعمال اللي بتبقى مقتبسة من أحداث حقيقية، اللي هو هل القصة اللي أنت بتقدمها لي دي تستحمل مثلا إن أنت تقدمها لي في مسلسل 8 حلقات ولا لا. المسلسل هنا هو طبعا مستوحى من أحداث حقيقية، ولكن تم إضافة أحداث وشخصيات وحاجات كتير لملائمة العمل ده دراميا، وإن هو يقدر يحكيهولك كقصة وتقدر تستمتع بيه. الاضافات اللي اتحطت في المسلسل مع طريقه سرده للقصه بتاعته خليته ان هو يقدم لنا قصه قويه متماسكه وبحبكه حلوه جدا. يعني مثلا كان في الخط الخاص بالضابط والاسره بتاعته والمشاكل الاسريه اللي هو عايش فيها، فيعني الواحد من اول المسلسل كان بيقول يعني ده بيعمل ايه معانا، ما هو ملوش لازمه. ولكن عجبني جدا طريقة دمجه في الأحداث في النهاية، وإزاي إن الأسرة كانت موجودة وكان ليها دور. لكن ده ما منعش إن كان في بعض الخطوط في القصة اللي كانت زيادة. المسلسل عندنا يعني هو بيدور في كذا خط زمني، والقصة طبعا ليها العديد من الأحداث والعديد من الشخصيات اللي البطل بتاع المسلسل بينتحلها، وطبعا هو عايش أصلا في كل مكان بشخصية وباسم مختلف، فبالتالي ده بيعرضنا لخطوط كتير بتكون موجودة معانا. ولكن برضو فيها بعض الخطوط اللي لو كانت اتشالت مش هتأثر إطلاقا في القصة وكان ملهاش أي لازمة. بالنسبة للحوارات فكان في بعض الأجزاء الحوارية اللي كانت رائعة جدا، وبتوريك إزاي أنت تقدر تتلاعب ببني آدم وتحول البني ادم ده لمجرم وتخليه يرتكب افعال اجراميه رغم ان هو ما عندوش اي ميول اجراميه. بقى للعيب اللي بيبقى موجود بالنسبه لي في جميع الاعمال المصريه اللي بتنزل في اخر فتره، يعني هو مش حاجه شخصيه للمسلسل ده. مشكلتي مع الاعمال المصريه هي بتكون في الزياطه، كميه زياطه غير طبيعيه بتبقى عن اي حاجه بتنزل تعملوا عليها هايب كبير قوي، ويمكن اصلا يكون العمل هو مش مستحمل الهايب اللي بتتعمل عليه دي. الموضوع ما بيبقاش مقتصر على اراء فقط، يعني انت تقول رايك ده عادي، يعني ما اقدرش اقول لك ما تقولش رايك، انا اصلا الفيديو ده عباره عن انا ايه بقول رايي في المسلسل. ولكن تفضل التايم لاين كله عباره عن ميمز على المسلسل ده، الصفحات كلها بتاعت الميمز بتسيب بقى اي حاجه تانية وتمسك المسلسل ده، تفضل تطلع كل مشهد وتحاول تعمل كوميديا من كل المشاهد اللي موجودة. محل لسه فاتح جديد وبيعمل دعاية، او محل عموما عايز يعمل دعاية لنفسه، تلاقيه جايب سيرة المسلسل وبيعملها. اللي هو خلاص يا جماعة، ما انا مش هفضل اشوفه قصاد عيني في كل مكان، ما انا كده هبتدي اصلا ان انا ازهق منه واكرهه. دي مشكلة الحقيقة بتواجهني في اي عمل مصري بينزل، ان اي عمل مصري بينزل بتحصل معاه كل الخطوات دي، وتلاقيه ان هو حرفيا بيتحلب في كل حاجة هو موجود فيها. بالتالي انا كمشاهد انت خلتني اربي عداوة مع المسلسل من قبل ما اشوفه اساسا. بالهداوة يعني يا جماعة، ده مش اول او اخر عمل فني نعمله، يعني احترموا التاريخ الفني بتاعنا. نتكلم دلوقتي عن الاخراج. المسلسل طبعا من اخراج المخرج هادي الباجوري، اللي عمل لنا شغل على مستوى الصورة البصرية كان حلو جدا. المسلسل بيقدم لك صورة بصرية، سواء مستوى بقى التصوير والكادرات والزوايا والشغل بتاع الإضاءة وكمان الألوان اللي موجودة، الحاجات دي كلها كانت حلوة جدا. مزيكا، موسيقى تصويرية برضو كانت رائعة. مشاهد قتل ودموية ودفن والحاجات بقى اللي بتبقى مرعبة لبعض الناس كانت برضو قوية وكانت حلوة جدا. كل ما هو متعلق بالصورة البصرية والسمعية كان كويس قوي في المسلسل. وبالنسبه لي هنا مشكله الاخراج مش متعلقه بصوره بصريه، مشكله الاخراج متعلقه بتوجيه الممثلين اللي موجودين معاه. وده يودينا للكلام عن الاداء التمثيلي. طبعا شفنا الاسبوع اللي فات المشهد اللي كان موجود بتاع داليا شوقي، واللي برضو اتعمل عليه ميمز وحاجات ياما، وبدات بقى الحرب تبتدي وازاي وليه وفين، وابو حنفي يكتب والناس ترد، وام الفنانه ترد وتهاجم الناس، ويعني شغل حاجه يعني فظيعه. المهم ما علينا من المشهد ده اصلا، يعني هو ما يشغلنيش في حاجه، والشخصيه دي عموما كلها يعني هي ايه مش في السكه اصلا في المسلسل. خلينا مع بطل المسلسل احمد فهمي. اول حلقتين هتلاقي ان احمد فهمي بيقدم لك اداء تمثيلي رائع وبيغير جلده حرفيا. هو طبعا معروف ان هو ممثل كوميدي مش عارف ايه وكده، ولكن بيغير لك جلده وبيبتدي ان انت تلاقيه فجاه بقى سفاح. ولكن المشكله بالنسبه لي تكمن ان احمد فهمي هو لابس وش واحد طول المسلسل، طول ال8 حلقات هو بيعمل ايه، عاوج بقه. ايوه،
احنا بنتكلم دايما كده، لازم كل الكلام اجيبه من تحت، ما ينفعش اتكلم عادي، اصل انا سفاح، انا مش زي الناس العاديين. وكل بقى الكلام اللي هو جايبه من تحت بعوجة البق، كل اصلا يعني طريقة الكلام دي ذات نفسها مريبة. يعني لما تلاقي واحد قدامك بيتكلم بالطريقة دي انت اصلا هتشك فيه. السفاح ده المفروض ان هو ايه، بيبقى راجل عادي خالص، راجل هادي، والناس كلها بتحلف بأدب واحترام وطريقة كلامه عادية، ولو واحد عادي زيك اللي هو بتشتري حاجة من السوبر ماركت بيبقى واقف بعديك في الصف ومحترم دوره وكل حاجة تمام وعايش وخلاص. فجأة بتكتشف ان ده سفاح ومجرم وقاتل وبيه وعليه وحواليه. احمد فهمي بقى بطريقة الكلام اللي هو اتكلمها دي اصلا تخليني ان انا اشك فيه من الاول. هو في اول حلقتين قدم اداء تمثيلي حلو، ان الدور كان جديد واحنا لسه بنشوفه، ولكن ان يفضل الموضوع ثابت طول الثمان حلقات ده عيب. زي ما هو عيب على فهمي، هو برضه عيب توجيه اخراجي. يعني لازم انت توجهه انه لازم يتطور مع الدنيا، ولازم مع مرور احداث القصه يكون في اداء مختلف. اما بالنسبه لباسم سمره فكان على وضعه، وكان عامل اداء تمثيلي حلو جدا. ويعني انا اصلا كان نفسي بقى اشوفه هو في دور السفاح، يعني كان هيبدع فيه راجل سفاح وهو ظابط، فما بالك بقى لو جابوا له دور السفاح ذات نفسه هيقدر يعمل فيه ايه. بالنسبه لراكين سعد فبالنسبه لي يمكن ده افضل اداء تمثيلي هي قدمته من اول ما شفتها. قدمت اداء تمثيلي حلو جدا، وما كانتش هي البطله الرئيسيه بتاعه العمل، بل بالعكس كان معاها نجوم تقال، فقدروا ان هم يشيلوها وقدروا ان هم يخلوها تقدم اداء تمثيلي معاهم حلو جدا. اما الفنانه حنان يوسف فهي عملت واحد من الادوار الجميله جدا جدا جدا، تمثيلي رائع، وشفنا تحديات تمثيليه قدامها كتير، وازاي ان هي تبقى فجأة شخصية قوية وبعدين بنشوف مشاهد ضعف ليها. فالحقيقة أداء تمثيلي رائع منها. تقييم المسلسل السفاح هو 7.5/10. يمكن لو المسلسل ده كان نزل في يوم اللي هو يعني التمن حلقات نزلوا مرة واحدة وأنا شفتهم على طول من غير ما أسمع آراء، من غير ما أشوف شغل الزياطة الياما اللي كان معمول، كان تقييمي ليه هيزيد ويكون أعلى من كده كمان. مسلسل حلو، مسلسل قدر إن هو ياخد قصة يعني شخص مجرم ويحولها بقى ازاي، يحط عليها احداث وتاتشات وشخصيات ويحولها لك لقصة مسلسل حلوة جدا. وبس كده اعزائي المشاهدين، نكون خلص فيديو النهارده. ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير للفيديو، وتاكدوا ان انتم مشتركين في القناة ومفعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم تاني في فيديوهات جاية كتير ان شاء الله. سلام عليكم.